السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم كل متابعيني، يا رب تكونوا كلكم بألف خير. ما تنسوش تسموا بالله وتصلوا على رسول في التعليقات، ولو انت جديدة يا ست الكل ما تنسيش تعملي لايك وشير وسبسكرايب. اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله. جبت كمية كده من البامية ومسكتها كده وقمعتها. انا عموما بجيب 3 كيلو او 2 كيلو واقمعهم وافرزهم. كل ما انزل كده السوق اخطف لي حبة واجيبهم واعملهم كده وبشيلهم من السنة للسنة، ما بيجرالهاش اي حاجة. اول حاجة بجيب الكمية بتاعتي وبقمعها كده زي ما انتوا شايفين. وبعد كده بعد ما اقمع الكمية بتاعتي كلها على طول بكون مجهزة مية سخنة. بحط ايه في المية السخنة دي؟ طبعا دي انا بوريكم ان هي لما اتقمعت بقى ده شكلها. بحط ايه في المية السخنة دي؟ بحط ليمون، وبحط لكل كيلو بامية معلقة من السكر. وبحط كمان معلقة صغيرة جدا من الخل. يعني لكل كيلو بامية ليمونة ومعلقة من السكر ومعلقة صغيرة خالص من الخل، واسيبها كده. وبعدين انزل البامية بتاعتي تقعد بالظبط 3 دقايق، واديها كده تقليبة بالسباتولا بتاعتي واطلعها على طول على الصفاية بالظبط 3 دقايق. ما تكتريش عن ال3 دقايق دول اي حاجة، علشان خاطر تحتفظ باللون بتاعها. زي ما انتوا شايفين طلعتها اهو في الصفاية، بديها تقليبة علشان خاطر تطلع البخار بتاعها، وبسيبها كده حوالي نص ساعة لما تهدى شوية البامية بتاعتي من السخونية. يعني ما فرزهاش وهي سخنة ولا فرزها وهي ساقعة. و... واول ما تبقى دافية كده زي ما انتوا شايفين بحطها في الاكياس بتاعتي على قد الكمية اللي انا عايزاها. دي احسن طريقة لتفريز البامية. عايزة اقول لكم ان السكر ده بيعتبر مادة حافظة للبامية. شيلوها من السنة للسنة بالطريقة دي، وبجد بجد احلى طريقة. بتمنى وصفتي النهاردة تكون عجبتكم. تنسونيش لايك وشير.